في حاجات صغيرة كده لو عملتها هتوفر كتير جدا بدل دماغك اللي مسوحاك دي، وعمال تدور على خامات رخيصة صناعية رخيصة، لأن الحاجات دي أنت كده بتغلي على نفسك مش بتقلل التكاليف. هقول لك على كام فكرة كده اسمع مني هيقللوا معاك التكاليف جدا. واحد، اشتري سقالات. على فكرة الكلام ده ليك لو كنت مهندس أو صاحب الفيلا أو صاحب الشقة عادي. السلم، برميل، سقالة كبيرة لو أنت في فيلا. الحاجات دي هتصرف معاك كتير جدا، وفي نفس الوقت برضو هتوفر من الصنعه لما الصنايعي وانت بتتفق معاه تقول له انا عندي السقالات، عندي وقفتك، هتوفر معاك كتير جدا. اتنين، في ونش صغير كده ب 5000 جنيه تقريبا، هو بيرفع 250 كيلو، هو بيقول لك طن ونص بس هو بيرفع 250 كيلو 300 كيلو، حاجات في الرينج ده. ترفع بيهم شكاره اسمنت، طلع بيهم سيراميك، نزل بيهم شكاره راتش، ترفع بيهم شكاره رمل. هتقلل معاك جدا في التشوين والتطليع والتنزيل، لان والله ده اللي بيكلف عليك. ثلاثة، خلي شغلك مستمر، حوش فلوسك، اشتغل مرة واحدة، عشان ده هيوفر معاك في العمالة العادية والمساعدين. ويا سلام بقى لو انت عندك فيلا او عندك الموقع بتاعك كبير شوية، تجيب واحد تتفق معاه بشهرية. انا هديك مثلا في الشهر 6000 جنيه، هديك في الشهر 7000 جنيه، ويبقى موجود بيلم لك الدنيا اول باول، وفي نفس الوقت برضه هيبقى بيساعد الصناعيه اللي انت بتجيبهم. اربعه، كرسي، ترابيزه، وبويلر، عشان وانت واقف في الموقع ما تتخنقش، تقعد تريح، تبقى جايب معاك ازازه المايه بتاعتك، تشرب كوبايه شاي بتاع الكلام ده كله، تشوف شغلك. بص الروشته اللي انا قلتها لك دي تكلفتها تقريبا 20000 جنيه، 20000 جنيه غير مرتب الراجل اللي شغال معاك. الفاتوره دي جوه التشطيب النهارده ولا حاجه، لكن فعلا هتلاقي الوفر معاك بيعدي ال 30%. والميزه بقى ان الموتور والسقاله، ان كان سلم ولا لوح ولا سقاله معدنيه، والخرطوم، الحاجات دي كلها غير ان ليها اصلا استخدامات معاك بعد كده، خصوصا لو انت فيلا. لكن اصلا الحاجات دي ل 20 30 الف جنيه اللي انت بعتهم دول ممكن تبيعهم ب 15000 جنيه ولا حاجه في الاخر. فانت هتبقى وفرت، في نفس الوقت الحاجات اللي انت اشتريتها دي ليها سعر في الاخر، وطريقه البيع بتاعتهم سهله. هتفرج جارك على الفيديو ده وهتقول له خد الحاجات دي ب 15000 جنيه ولا حاجه بنص ثمنها، وهيبقى انت وفرت كتير جدا طول بنود التشطيبات وبنود العماله، وفلوسك رجعت لك في الاخر. ايه رايك؟ ما تجودش، بلاش ديكور. انا معاك في كل وجهة نظرك ان انت دلوقتي مفيش تكلفة ان انت تعمل ديزاين، فانا هقول لك على كام حاجة دلوقتي كده عشان ما تطلع حاجة كويسة وفي نفس الوقت ما تتعبش نفسك. ما تجودش، بلاش ديكور خالص، خليك بيزك. دايما المضمون في اللبس البيزك، قميص ابيض عليه بنطلون ابيض، عليه بنطلون اسود، عليه بنطلون كحلي، بيزك. بلاش تجود، وخصوصا في بنود هتبقى فيها تكسير وتركيب. سيراميك لون واحد، دهانات لون واحد، ارضيات لون واحد. وما تجودش في التفاصيل بتاعه الارضيات وبتاع وتقول انا عايز اعمل ارضيه سوق، لا. الحاجات دي بتبقى عايزه ناس جربت وكسرت وعندهم خبره وعندهم دراسه. طب انت عايز تعمل حاجه حلوه، اسمع مني، انت هتعمل البيزك في خطوات سريعه كده. السيراميك خليك في بيج او ابيض واخد عرق، حاجه خفيفه كده عشان الدنيا ما تفجرش مننا. دهانات الحوايط تلعبش في اي حاجه، ما تدخلش نفسك في ورق حائط ولا في الوان ولا الكلام ده كله، خليك في حاجه بيزك. ركز بقى في اللي جاي ده. افرش الاول، يعني اختار الكنب والسفره والمش عارف ايه وبتاع، وهاتها اصغر من المكان بتاعك على قد ما تقدر. انا بالنسبه لي ان انت يبقى عندك مكان فاضي واسع احسن بكتير من ان انت يبقى عندك الدنيا مقفله في قلب بعض ودواليب كبيره وحاجات كتيره والكلام ده كله. فهات حاجات ايه، يعني انا قست الحيطه دي عايز ركنه 3 متر، لقيت 2 متر ونص، يلا روح. يعني حاول على قد ما تقدر تصغر، لان انت كل ما تصغر كل ما هيبقى عندك نفس، كل ما طاقه المكان هتبقى مظبوطه. انا قلت لك اشتري الفرش قبل ما تعمل اي ديكوريشن او اي ستاير. احنا عندنا متفقين ان الحيطان عندك بلين، حاجه بيضه خالص، اوكي. ما عملناش ديكور، لا اصبر بس، تك على رزقك كده هقول لك تعمل ايه. ستايرك برضو في البيزك خالص، من القماش بتاع الصوفة، حاجة قريبة منه للستاير، سادة، وفي النص شيفونات سادة. خلصنا حيطان وأرضية واشتغلنا في البيزك. زحمنا الدنيا سيكة بفرش صغنن على قد ما نقدر أو أصغر من اللي أنت نفسك فيه. معلش تعالى على نفسك في الحتة دي مهمة قوي. بعد كده ستايرك فيتشرز بقى، وبعد كده برواز، مكرمية، نجفة واكلة معاهم. وما تروحش بقى اللي هو احنا ننزل نجيب الديكورات وننزل النزهه ونرجع ب 4 لا، معانا وقت. اتجوز بقى لو انت مستعجل ولا حاجه، روح اتجوز او انقل او اعمل كل حاجه واحده واحده كده. هات برواز واحد حطه، ده المكان لسه. هات حاجه تاني جنبيه، بوت زرع هنا، لايت فيتشر هنا، كده واحده واحده كده هتلاقي المكان بتاعك اتظبط كده، فاهم ازاي، على الرايق وانت مبسوط بيه ومتكيف. وانا محتاج مهندسين
ولا محتاج ديكور ولا محتاج حاجه، والمكان بتاعك هيبقى اللي هو السيمبل اللي انت بتقول عليه ده. ما تقعدش شويه تقول سيمبل وبعدين تروح تقول لي مش عارف ايه، وهعمل هنا ورق حائط، هعمل هنا تجليده ستريبات، وهعمل هنا مش عارف ايه وبتاع، وتلاقي المكان في الاخر لما تيجي تفرشه تلاقيه واقف فوق دماغك كده. لا، واحده واحده. رحم الله امرئ عارف قدر نفسه. مش معنى كده ان انت وحش ولا حاجه، لكن انا مديك شورت كات كده عشان توصل ببيتك بحاجه كويسه، تبقى وفرت برضو، طلعت حاجه شيك جدا 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 جدا. ماشي يا ريس؟ تمام.